الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في سلطنة عمان في دورة رقية للعلاج والتكوين، وجاءنا مريض وأعطانا طلاسم أعطيت له من قبل راق مشهور يمشي عنده الناس كثير، ويعالج الناس بالقرآن على حسب قوله، ولكن هذا ما نجد عنده. فسنريكم هذه الصور. فالأول يعني هذا الحقيقة يعني الصورة الشمسية ما نستطيع أن نفهمها، ثم هذا قرآن ومكتوب بالأصفر، يعني هو حبر يمحى، ومن الخلف يعني أدعية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، إلى آخره، كله قرآن. ومن الجهة الأخرى يعني كتابة صغيرة جدا جدا هي سورة البقرة، وهذا ليس فيه أي بأس والحمد لله، بل هو يعني من سنة الصحابة كانوا يكتبون القرآن لعلاج الناس. ثم عندنا هذه الورقة يعني هي الدعاء، والله الكلمات الأولى ما أفهمها، ثم بعدين يبدأ من السطر الثاني: توكلت على الله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، إلى آخر الآيات. ثم يا كاشف الضر ومجيب الدعوة، دعوة العبد الفقير، يا من عليه العسر واليسر، إلى آخره. فهو الدعاء. وفي الأخير: اشفي وعافي صاحب الحجاب بعون الله. طيب، على كل حال يعني الكلام ليس فيه بأس والله أعلم. ولكن بعدين يأتي هذه الورقة التي فيها 7 عهود، وهذا مشكل كبير جدا. فالعهد الأول يعني هذه العهود هي مجرد مربعات وفيها حروف أو أرقام، هذا هو ما يسموه بالعهود. ويقول: هذا حجاب عظيم الشأن جليل القدر، يحتوي على 7 عهود السليمانية، ويكتب عليها جبريل وميكائيل وإسرافيل. فالعهد الأول في حروف باء طاء داء ناء هاء جاء داء إلى آخره. والثاني يعني فيه أرقام: 2 6 8 5 3 7 إلى آخره. ثم حروف: ميم همزة نون همزة نون همزة نون، كله همزة نون أو جاء. ثم 1 5 3 7، وهكذا أرقام. وهذا فيه نجم كله هكذا. وهذا ميم لا كا لا طا يا مقصورة فا ميم، سبحان الله. فسنخطف نحضر الجن لهذه الأمور ونرى هذه العهود السليمانية إيش قصتها، ما إيش قصتها وما وراءها. فالأخ معي هنا هو الحمد لله يتعلم الحمد لله طريقتي ويقوم بالخطف، وسيخبرنا عن حال الرقاة، عن ما يعلم في سلطنة عمان. نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كثيرا من الرقاة يستخدمون هذه الطلاسم، وللأسف تلجأ إليهم كثيرا من الناس، إلا أن أرى في هذه الطلاسم حقيقة عهود 7 أو أسماء كالدوح وبدوح وهاء وغيرها، يعني لا أصل لها، وأن وضع الكتاب هذا القرآن ليس ليحمل وإنما ليقرأ. وقال رب العالمين: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فعندما نقرأ القرآن يأتي الشفاء. فيعني أنبه الناس من هذا الأمر من باب الحيطة والحذر حتى لا نقع في الشركيات. وكثيرا من هذيل الرقاة يعني يعالجون الناس، ولكن هؤلاء الناس لا يلتمسون الشفاء، فهذا دليل على ضعف هذه الطلاسم التي يعملونها وهذه الكتب. فأنبه الناس مرة أخرى الحيطة والحذر لهذه العهود أو لهذه الكتب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اليوم أنا عند شيخ معروف والعالم كله يعرفه، اللي هو الشيخ عبد الرؤوف بن حليمة، وهو شخص متمكن في هذه الأمور وعنده العلم سبحان الله، يعني ما أراه أنا يعني يفوق
الذين يوجدون عندنا. فالآن سيتحدث عن هذه الأمور وسيخطف إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا ماذا؟ لا تغير. لا تتغير. أنت ماذا شكلك؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وحش. أنت وحش مثل هذه الصورة التي في الطلسم؟ ها؟ نعم. أيوة. وأنت ماذا تفعل مع الطلسم ومع من يحمل الطلسم؟ نحرسه. تحرسون هذا الإنسان. ما شاء الله، حتى تحفظوه من الشر أو ماذا؟ نحرس الحجاب. تحرسون الطلسم. نعم. فقط؟ وماذا تفعلون مع الإنسان الذي يحمله؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا يؤثر فيك. لأنك شبعت بالدماء وبالقرابين وبالعبادة. هكذا؟ ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ماذا أريد؟ أريد أن أفهم من أين جاءت هذه السبع العهود السليمانية؟ نحن اخترعناها. أنتم الجن اخترعتموها؟ ليس لها علاقة بنبي الله سليمان. أو لها علاقة؟ ليست له علاقة، لكن الأسرار. ليس له علاقة بنبي الله سليمان، ولكن هناك أسرار في عهده. كانت توجد أسرار في زمن سليمان عليه السلام. نعم، من السحر. أسرار من السحر، يعني تكون سليمانية، يعني من عهد سليمان. هذا السحر من عهد سليمان. سبحان الله. وليس من فعل سليمان وليس له علاقة بذات سليمان، إلا أنها من زمانه. هذا هو. سبحان الله. سبحان الله. العهود السليمانية يعني من عهد سليمان هذا السحر. وماذا تعني هذه الحروف لما تجعلوها في الصندوق؟ باء، طاء، باء، ناء، هاء، جيم. تعني شيء؟ هذه جهنم والنار. هذه جهنم والنار. ثم ماذا؟ هكذا، يعني هي أبواب جهنم السبعة. كل باب نخرج منها أشياء. 7 أبواب جهنم، من كل باب تخرجون أشياء. ماذا تخرجون من أبواب جهنم؟ يعني عذابها. سبحان الله. وهذا العذاب كيف ماذا تفعلون به؟ تستخدمونه في السحر. حتى صاحب الذي يأخذ هذا الكتاب يصيبه ألوان العذاب في جهنم، مثل الحريق ومثل الربط ومثل الزقوم. هكذا. هذه أنواع العذاب تصيب من يحمل هذا الكتاب. عجيب. وهذه الأرقام 2 6 8 5 3 7 ما هي؟ ماذا ترمز؟ نستخدمها نحن. نعم، تستخدمونها. يعني في الأيام. في أيام، يعني كل يوم في واحد موكل بشغل. والأرقام من 1 إلى 9، يعني في 9 أيام ولا إيش؟ لا،
9 جنود الذين يحرسون. 9 جنود يحرسون. إذن كل ما فيه متعلق بالجن وبالسحر وبالشياطين، ليس فيه شيء من الإسلام أو من الدين. هكذا. ولما يكتب هذه الكلمات الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذا الجلال والإكرام إلى آخره، هذا ماذا فقط يعني عنده تأثير في الطلسم أو ليس له تأثير؟ لا، ليس له تأثير. الذي به الفائدة هي الطلاسم. والنجم الذي في الطلاسم ما هو النجم؟ لكن النجوم التي نستعملها، النجوم التي تستعملونها في السحر. طيب هل إذا أنت سورة هذا مثل التنينة، مثل هذه السورة مثل الحية والتنينة، هذا أنت وجماعتك. نعم. وفيه عقرب، هذا زملاؤك ولا إيش؟ جماعة أخرى منكم عقارب؟ أنا لماذا أجيبك على كل شيء؟ لماذا تجيبني وأنت من قبل، منذ بدأنا وأنت تجيب؟ ولماذا تجيبني؟ ولماذا تجيبني عن أسئلتي؟ سأسكت. الآن أنت انتبهت أنك أخطأت في إجابتي عن كل هذه الأسئلة، أليس كذلك؟ هكذا الجن تسألهم يجيبون الحمد لله، ومرات لا يجيبون. هل تريد أن تدخل الإسلام؟ لا تريد. قل لي أنت ماذا فائدتك وربحك في هذا العمل الذي تعمل مع الطلاسم؟ القوة. تستمد منه قوة الشيطانية تزداد ظلمة وقوة. أيوة، هذا فائدتك. طيب، هل يمكن أقترح عليك اقتراح يكون أنفع لك؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا. لماذا لا تريد هذا؟ لا، هذه القوة أفضل من قوتك. لا أطيق النور. لا تطيق النور، سنساعدك لا تخف. الله النور السماوات والأرض وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. مستعد الآن؟ حرمت عليك. عندك عهود مع أصدقائك. ولو تخالف العهود ماذا يصير؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أتيت بأحد آخر منهم كان سيقول لك أن من فعل هذا سليمان. لو جئت بغيرك لقال أن سليمان الذي فعل هذه الطلاسم. نعم. طيب، لأن نحن نضع في عقل الراقي. أنتم تجعلون في عقل الراقي أن سليمان الذي اختصه الله بهذه الأسرار حتى يعالج الناس. ونحن نأخذ نحتكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء ممنوع في الإسلام. كل ما لا يفهم في الرقية ممنوع، وهو باب للشرك، هو غير مفهوم. قد يكون لا شيء ولكن قد يكون شرك، وكلما نجد هذه الأمور الغير مفهومة إلا وهي شرك. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير ما أهل لغير الله به، الله النور السماوات والأرض. طيب، نأتي بكل أصدقائك الذين كانوا يعملون في هذه الأمور. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت. أنت عقرب؟ لا. أنت ماذا؟ أفعى. أنت أفعى.
فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا. وأنت لا فعل. ماذا شغلك مع الطلسم؟ ماذا فعلت بصديقي؟ لقد أسلم. لا. بلى قد أسلم. يعني أنت غضبان؟ تريد أن تتحدث معه لماذا أسلم؟ سأقتله. ستقتله؟ لماذا؟ ممنوع. ممنوع عليكم أن تسلموا؟ من منعكم من هذا؟ إبليس. إبليس سيحدثك. اسمع. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ماذا تقول؟ رأيت؟ تدخل الإسلام؟ لا أستطيع. عندك عهود. عندك عهود؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة فترة. سأقتله وأرحل. ستقتله وترحل. ولماذا لا تستطيع الدخول في الإسلام؟ أخذوا أهلك؟ أهلي ماتوا. أهلك ماتوا. من قتلهم؟ أنت أو هم؟ أنا. أنت قتلت أهلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا فعلت هذا؟ هدية إلى إبليس. قتلتهم هدية لإبليس. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. إذا وصل الجن إلى هذا الحد أن يقتل أهله لإبليس، نحن سنقتله لله تعالى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مات؟ طيب نواصل للآخرين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها حرمت عليكم. انظروا إلى أصابعه، هو يعمل زن مثل بوذا. أنت لماذا تعمل هكذا بأصابعك؟ هذا رمزي. رمز إيش؟ رمزي أنا. هذا رمزك. نعم. وأنت موجود في هذا الطلسم؟ نعم فيه. أنت تعمل فيه. ورمزك ماذا يعني هذا الرمز؟ هكذا رمزك. لا أخبرك. أنت لا تريد أن تخبرني أنه 666 رمز إبليس 666. هذا الذي لا تريد أن تخبر؟ اسكت. أنت تحب إبليس كثيرا، أليس كذلك؟ طبعا. إذن سيخاطبك بجزاء خاص أعده لك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو. أريدك أن تدخل الإسلام وتدخل الجنة. إن للمتقين مفازا. أنت لا أحد. انظر بعينيك. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا. لا يوجد متقون. لا. طيب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. خلاص. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. في هذا الرمز سترميه. سيستعملونه
من سيستعمله؟ سنحضرهم إن شاء الله. حرمت عليكم الميتة والدم. لا. نعم؟ لا. لا ماذا؟ هذا الرمز إن حصل عليه شخص آخر فسيفعل مثل ما كنت أفعل. يجب أن نحرقه. طيب نحرقه. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها. خلاص. براءة. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير ما أهل لغير الله به. الله نور السماوات والأرض الله. إذن هذا الرمز كان رقم إبليس 666. هذا هو. طيب نواصل. فطاف. نواصل مع الجن المتعلقين بالطلسم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إبليس سيغضب منك. إبليس سيغضب علي؟ وهل الله سيرضى علي؟ إذا غضب عني إبليس فأنا مسرور جدا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها فترة الله. أنت مع الطلسم ها؟ أنت العقرب أو ماذا؟ أنت العقرب ها؟ وماذا دورك مع الطلسم؟ تشتغل مع الطلسم. وماذا شغلك؟ أو أنت شديد الحياء لا تخبر. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذهبت عنك صفة العقرب؟ نعم. هكذا يغيروهم يعني بالسحر. ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله. فلما تقرأ فطرة الله يرجع كما كان. فماذا كان شغلك مع الطلسم؟ وجدت السحر. سبحان الله. يعني هذا الطلسم سحر يحمله الإنسان على نفسه وأنت تجدده دائما. لا حول ولا قوة إلا بالله. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير ما أهل لغير الله به. هذا الله النورس. خلاص جاءوا كله الجن المتعلقين بهذا الطلسم. ما جزاء الحمد لله. في شيء يعني أنا بنفسي أريد أفهم. يعني هذا الطلسم نسخة يعني نسخة شمسية ومنها آلاف وآلاف وآلاف في الدنيا. لأن أي واحد يأخذ هذه النسخة من الكتاب فيعمل نسخة مثل هذا الراقي. الله يهديه ويتوب عليه والله يهدي كل الرقاة. لأن يعني فيه قاعدة بسيطة جدا في الرقية أن ممنوع استعمال الشيء الغير مفهوم. خلاص انتهى. ولو تستعمل القرآن لماذا تحوله إلى حروف وإلى اكتب قرآن كما هذه الورقة القرآن. هذه الورقة الصفراء يعني قرآن آيات وسورة البقرة خلاص هو قرآن. هذا ما يشترطه الجن عندما يساعدوه. نعم الجن يشترطون هذه الأشياء حتى يدخلون في الشرك وحتى يدخلون ولكن أنتم العقرب والحية يعني مع هذه الورقة أو مع جميع الورقات أو كلما يطبع ورقة ويعطي للناس يأتي جن جدد كيف يكون؟ نحن يعني نشتغل مع مثلا لنا ذرية. عندكم ذرية؟ نعم. ويعني بحجم كبير. تتولدون بالكثرة بالمئات يعني. فكل واحد نرسلهم معه. فترسلون الصغار كلما يعملوا النسخ وكلما يلبسوا إنسان جديد فترسلوا. وعددكم هكذا كبير جدا بالآلاف. نعم. والذين جئتم الآن صاحب الحية والعقرب والتنين وغيرهم أنتم الآباء والأمهات. الأصل. أنتم أصل هذه الورقة.
طيب إذا ندعو أبناءكم في كل الدنيا الذين بالآلاف مع الآلاف الذين يحملون هذا الطلسم إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ الله نور السماوات والأرض. جاءت كل الذريات. واحد فيكم قال لي أن إبليس سيغضب علي. هل ذهب أحد يخبر إبليس بما فعلته؟ سأعرف كيف؟ ستتوقف هذه وهذه من أكثر العمليات التي يعني هذه الطلاسم الراقون عبر السنين التي أخذها الرقاة منذ سنوات وسنوات، وهذه العهود السليمانية كما تسمى تتداول. الآن سينتهي مفعولها وسيصل إليه الخبر. فكل من يمكن أن يصل إليه الخبر سنحضرهم إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الله النور. من أنتم الذين حضرتم الآن؟ عفاريت. وماذا كان شغلكم؟ نخبر إبليس بكل ما يحصل. تخبرون إبليس بكل ما يحصل. ما شاء الله. في كل الدنيا وفي كل المجالات. أو أنتم مختصين بمجال السحر والرقية؟ هذا اختصاصكم. غيركم بالحرب والسياسة، وغيركم بالأمراض، وغيركم بالزنا، وغيركم بالمخدرات. هكذا؟ فسنحضر كل زملائكم في كل المجالات مخابرات إبليس. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطاف عليها طائف من ربك الله نور السماوات والأرض. جاء كل المخابرات. كيف دخلتم الإسلام بهذه السهولة؟ لأن عندما حضرنا كان يعني نظرنا أن هناك كانت من قتل ودخل النار، ومن كان أشد منا أسلموا. لما وصلتم وجدتم الذين أشد منكم أسلموا، والذي قتل دخل النار. الذي كان قد ضحى بأهله لإبليس هو الذي قتلناه والحمد لله ودخل النار. فرأيتم هذا فأسرعتم بالدخول في الإسلام. الحمد لله. كل المخابرات جاءوا ما شاء الله. والآن من سيخبر إبليس أن مخابراته قد ذهبت؟ سيعرف الحال. سيبحث بوحده حتى يجد. طيب الآن سننظر إلى كل طلاسم الأسحار التي يمكن أن تروها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إنما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحمد لله. فالأمر كان واضح جلي فيما يتعلق بالتمائم وخاصة بهذا الورق. وكما قلت لكم القاعدة في الرقية أنه يمنع استعمال ما لا يفهم، والجن يستغلون هذا لإضلال الناس. واستعمال القرآن لا يحتاج إلى هذه الأمور. لماذا تكتب هذه الأشياء؟ ولكن نريد أن نبين أمر، أن التمائم التي تعلق، فبعض العلماء أجاز التمائم التي ليس فيها إلا القرآن والدعاء، فأجاز أن يكتب ويعلق ما يجوز قراءته، وبعض الآخر حرموها تماما. ولهذا أنا لا أستعمل التمائم ولو كان فيها قرآن خالص، ولا أستعملها ولا أعتقد في نفعها في العلاج، ولكن لا أحاربها لأن بعض العلماء أجازوها. ولكن لم يجز أي عالم استعمال ما لا يفهم. ما لا يفهم هذا ممنوع عند جميع العلماء، فليس فيه أي إجازة وأي رخصة وأي اختلاف. فأنا أنصح المعالجين وكذلك المتعالجين، يعني المرضى، لا تستعملوا أي شيء مبهم غير مفهوم. وإذا كان عندكم الشك فاتركوه، والله تبارك وتعالى المستعان، والله يوفقنا لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.